النهاردة هنعمل مع بعض التيراميسو كتحلية باردة في الجو الحار اللي احنا فيه ده، وبطريقة سهلة واقتصادية. في البداية هيكون معانا نص كيلو لبن، هنحط فيه معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة كاستر وفانيليا، ونقلبه في البداية على البارد زي ما احنا شايفين مع بعض عشان ما يتكتلش معانا. بعد كده هنرفعه على النار مع التقليب المستمر لحد ما يتقل القوام معانا بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي نصبه في بولة ونغطيه علشان ما يكونش قشرة على الوش، ونسيبه لما يبرد، وده هيكون بديل الجبنة الكريمي. وبعدين هنحضر مع بعض الكريم شانتيه. هيكون معانا نص كوباية كريم شانتيه، هنحط عليها كوباية لبن بارد جدا، وهنبتدي نقلبه في البداية قبل ما نشغل المضرب. وبعد كده هنبتدي نضرب الكريم شانتيه على أقل سرعة في البداية، وبعدين هنبتدي نعلي السرعة مع بعض لحد ما يوصل القوام بالشكل ده. وبعدين هنجيب بسكوت التيراميسو ونبدأ نحطه في قهوة سريعة الذوبان ونرصه في الصينية بنفس الصورة. بعد كده هنجيب الكاستر بعد ما برد معانا ونحطه على الكريم شانتيه ونمكسه مع بعض بالمضرب بنفس الصورة. وبعد كده هنبدأ نحط أول طبقة من البسكوت، وأنا حطيت شوكولات شيبس. وبعدين هنبدأ زي ما احنا شايفين مع بعض هنبدأ نحضر الطبقة التانية من بسكوت التيراميسو، وبعدين هنبتدي نرصه في الصينية بنفس الصورة. وبعدين هنجيب الطبقة الأخيرة من الكريم شانتيه ونبتدي نحطها بنفس الصورة. بعد كده أنا حطيت شوكولات شيبس على الوش، وفي النهاية هنحط مع بعض طبقة الكاكاو الخام، نغطي الوش كله بيها. بعد كده هنحطها في التلاجة ليلة كاملة لحد ما يتماسك القوام معانا. وده شكلها بعد ما طلعت وقطعناها، شايفين وهي قد ايه خفيفة وبتدوب في البق. شايفين شكلها. وما ننساش اللايك والاشتراك.